إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا متذكرين يا شباب العنبر اللي كنا بنصور فيه يوم 4/6 الساعة 1 أو الساعة 2 الظهر، اللي هو العنبر بتاع الأستاذ أبو عمرو، اللي هو كان فيه التجربة بتاعة تخمير العلف والتربية على رملة البنتونايت. تمام. عم عمرو احنا اتفقنا معاه بعد ما نخلص ان شاء الله دورته بالسلامة هيقول لنا النتائج ورقيا. عملت ايه دي، عملت ايه يعني. هو كان قاسم العنبر نصين، لو حضراتكم تتذكروا كان قاسم العنبر نصين، نص العلف بتاعه متخمر ونص العلف بتاعه مش متخمر. دي كانت التجربة. ايه الفرق ما بين اللي اتخمر واللي ما اتخمرش، مع العلم ان الظروف واحدة والظروف كمان قاسية، يعني واحدة وقاسية. طبعا لو معلش عشان اذكركم بس بالعنبر هقوم ايه عايزك دقيقة كده يا ابو عمرو، زي ما انت اذكركم بالعنبر. هو ده العنبر اللي كنا بنصور فيه. كان قاسم العنبر ده نصين، النص اللي على ايدي اليمين في المتخمر، اللي على ايدي الشمال اللي مش متخمر. طبعا عنبر زي ما حضراتكم شايفين مفيش شفاطات، سقف صاج، شبابيك، مفيش تبريد. تمام. يعني كامكانيات عنبر يعني ماشي الحال، كامكانيات عنبر ماشي الحال، مش العنبر اللي هو يعني يديني الامكانيات اللي انا عايزها. طيب ابو عمرو مشكورا خلص دورته بالسلامه، وبما انه كان مربي 1000 على ايدك اليمين و1000 على ايدك الشمال، فالموضوع سهل جدا ان هو يحصر نتيجه التجربه. مبدئيا هو راح مجمعها، الراجل الطيب مجمعها في ورقه اهيت، هو اللي هيقولها ايه اللي حصل ما بين المتخمر والعادي. اتفضل يا ابو عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا علي صوتك بالله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كنا عاملين 2000 بالظبط، كان 1000 الجهه الثانيه في البحر و1000 في الإبل. تمام. طبعا ده كان ياكل متخمر والثاني بياكل علف عادي. تمام. طبعا النتيجه النهائيه بتاعت التخمير الاخر نتيجه ممتازه 10 على 10. تمام. النافق مبدئيا النافق كان هنا 1000 وهنا 1000. العدد هنا 1000 والعدد هنا 1000. ماشي. نافق العلف المتخمر 5 فراخ طول الدور، 5 فرخات من اصل 1000. من اصل 1000. جميل. والنافق كان عباره عن يوم 14 عمر 14 يوم فرخ. تمام. 15 يوم فرخ. تمام. عمر 19 يوم فرخ. تمام. عمر 22 فرخ. تمام. 27 فرخ. جميل. كل ال5 فراخ طول الدورة. حلو. الألف العادي النافق بتاعه 34. 34 طول الدور. يبقى انا عندي نافق في المتخمر 5، في اللي مش متخمر 34. تمام. ال 34 كانوا عباره عن ايه برضه؟ كان 13 فرخ من عمر يوم لعمر 27 يوم. 13 فرخ من عمر يوم لحد عمر 27. بعد عظيم. تحصينة اللاسوته عمر 27 يوم بدأ يظهر رد فعل تحصين. في اللي مش متخمر. اللي مش متخمر. جميل. اللي متخمر ما حصلوش رد فعل تحصين. تمام. ظهر عندي هناك رد فعل تحصين، راح منه بعد 21 فرخ بعدين. 21 بعد التحصينه. ماشي. 13 34 فرخ. جميل. ده البند الاولاني. ماشي. بند بقى يبقى البند الاولاني فرق النافق 5 قصاد 34، هنا من 1000 وهنا من 1000. تمام. طبعا العلف اللي هو العلف المتخمر، ال1000 المتخمر واكل 3 طن و200 كيلو. ال1000 المتخمر واكل 3 طن 200، يعني 3 كيلو 200. تمام. عباره عن ايه 3 طن و200؟ ايوه. نص طن بادي 23% متخمر. تمام. اول حاجه. ماشي. وبعده طن نامي 21. تمام. وبعده 750 كيلو نامي 21. تمام. وبعده 950 كيلو ناهي 19. تمام. تمام. ده 3 طن 200 كيلو اللي هو كلهم ال1000 المتخمر. عظيم. ال1000 اللي هو العادي واكل 3 طن ونص. 3 ونص، يعني واكل 300 جرام زياده في الفرخ. 3 طن و500 كيلو. 3 طن و500 كيلو.
ما هو كده يبقى الفرخ واكل 300 جرام زياده. الاولاني واكل 3 200، ده واكل 3 500. تمام. ال3 طن ونص عباره عن ايه؟ ايوه نص طن بادي ماشي، زيه زي ال1000 الاولاني. زي ال1000 الاولاني. ماشي طن نامي 21 تمام. زيه زي ال1000 المتخمر. ماشي الفرق بقى هنا في الطن النامي وفي الطن الناهي. تمام. كلت طن نامي 21 وطن ناهي 19. جميل. ديكا كان واكل 750 و950. حلو تمام. يبقى هنا 3 طن و500 كيلو. جميل. دي تالت بند بقى في اللحم. ايوه. لما جيت ابيع بعد البيعه بجمع المبيعات. اللي هو المتخمر عامل 2 كيلو 2 طن 240. 2 طن 240 ال1000 المتخمر. ماشي. لما باجي اقسمهم على 995 فرخ اللي هو عدد الفراخ المباعة بالفعل بدي 2 كيلو 250. 2 250 تمام. دي المتخمر. تمام. اللي مش متخمر؟ مش متخمر لما جيت احصر مبيعاته في الاخر ايوه لقيته جايب طن 980. اللي هو عدد اجمالي اللحم كام؟ طن 980 كيلو. طن 980 على 966 فرخ اللي هو بعد النافق. بعد النافق. جميل. يديله متوسط 2 كيلو و49 جرام. 2 كيلو 49 جرام. لكن هناك 2 250. 2 250. يبقى انا كده عندي لحظه بعد اذنك. بصوا يا شباب عشان بس تبقوا معايا في الايه في القصه. اجمالي اللحم هنا 2 240 على 995 يبقى 2 251. ده المتخمر. اليمه الثانيه اللي مش متخمر 1 980 اجمالي لحم 966 عدد فراخ يبقى 2 49. تاني يبقى هنقول 2 وربع قدام 2 تقريبا 250 معايا فرق 200 جرام. وهنا فوق ده واكل من الاول واكل 300 جرام اقل من ده. تاني يبقى ده كل 3 200 اداني 2 251. ده واكل 3 ونص اداني 2 49. طب امسك كده يا شيخنا هتزود لي سطر بس واحد تحت لو سمحت. معاك قلم؟ قلم. طب ما هو انت هتكتب دلوقتي خط ايدك انت. عايز بقى خط التحويل. لا معامل انا المفروض ان انا اقسم اجمالي اللحم على اجمالي العلف. يعني هقسم 3 200 اجمالي العلف اسف. هقول 3 200 على 2 240. خليكم معايا يا شباب. 3 200 على 2 251. اكتب يا شيخ بعد اذنك. شيل ده. خلي بالكوا داخل هنا نوعيه العلف اللي معايا نوعيه الفرخ نوعيه مش عارف ايه. بالنسبه للاخ ده 1 علامه 42 الرقم ده. محمد ده بص يا شيخ انا بقسم ال 3 200 اللي هو كلهم على ال 2 251 اللي هو جابهم. 1 علامه 4 1 تمام. 1 علامه 4 2 معلش. ايوه تمام. تعالى اليمه الثانيه بقى. انا بتكلم بالنسبه للوضع هنا بالنسبه للعنبر هنا. تمام. 3 500 على 2 49. 2 علامة 4 9 1 علامة لا ازاي تاني 2 علامة 49 لحظة. ايوه 1 علامة 7. معامل تحويل وحش جدا. ده عامل معامل تحويل وحش جدا. هنا عامل معامل تحويل كويس. انا كده خدت تقريبا 28 بونت فرق ما بين ده وده. معامل التحويل اللي هو عباره عن العلف على اللحم. العلف على اللحم. تمام. طيب لو لاحظنا يا شباب هقول تاني. انا هنا اكلت 300 كيلو من جيبي. معايا؟ طيب هنا تاني يا شباب. هنا انا مأكل 300 كيلو زياده لنفس ال1000 فرخ.
هنا 300 كيلو اقل لنفس الفرخ. هنا رحت جايب 249 ده متوسط الفرخه. تمام. هنا 2251 بردك متوسط الفرخه. انا راجل تجاري وبحب ايه امسك الورقه والقلم. بعد اذنك يا شيخ صورني انا بقى واديني القلم. انا راجل تجاري بحب شغل الورقه والقلم. كلمني على فلوسات لان احنا مشروع تجاري. انا مش عامل فرخه زينه. حلو. لما نيجي نتكلم في التكاليف خطنا بقى الجميل اهو. لو عندكم حد عايز خطاط ولا حاجه انا موجود يا شباب. نتكلم في التكاليف يا شباب. المخمر زائد 300 كيلو علف كلفني 300 كيلو علف. هنقول ان العلف في سكه ال 22000 21. شوفوا انتوا عايزين تحسبوها بكام وانا معاكم. طيب 300 في 22 مثلا. ها موافقين؟ 6600. ايه؟ 6000. انا بقول رقم تقريبي يعني مش عايز بس. 6600. الحسبة. تمام. يبقى انا دفعت من جيبي 6600 جنيه. تمام. طيب جميل جدا. هعدل لك ايدي. هعدل لك انا خالص. حلو. المخمر الغير مخمر لحظه كلفني 300 كيلو علف زياده ب 6600 جنيه. ركزوا معايا في الارقام دي يا اولاد يا شباب. طيب تعالى بقى الغير مخمر اداني بالماينس 251 ناقص 49 قولوا 200 جرام. 200 جرام في 1000 فرخ يعني 200 كيلو. تمام؟ 88 يعني في 88 والله ما انا مزعلك يا شيخ. انا يعني هفصلك في ابو 7 جنيه لب. تمام؟ تعمل كام يا شباب؟ بوينت 2 في 88 تعمل 17600. ركزوا معايا. زائد ال 17600 فلوس انا خدتها حاطها في جيبي. ال 6600 في الراجل التاني فلوس انا طلعتها من جيبي. فحسب التكاليف ده كلفني ازيد ده كلفني اقل 6600 واداني فلوس اكتر. يبقى اقول 6600 زائد 17600 جميل يساوي 24200 لكل فرخه. 24200 على 1000 يبقى 24 جنيه وريال. تقريبا صح يعني. صح على 1000 فرخه. ايوه مظبوط كده مظبوط. على 1000 فرخ يبقى لكل فرخ 24 جنيه وريال مكسب. يعني لو عنبر 10000 يجيب 240. يعني لو الفراخ ده اهي كسبت اي حد عادي جنيه يبقى الراجل الطيب ده مسك 25 جنيه. 24 زائد واحد. لو اي حد عادي خسر 10 جنيه يبقى الراجل ده كسب 14 جنيه. في فرق. بصوا يا شباب. يا ابوي يا ابو عمرو. بصوا يا شباب احنا مشروع تكاليف. حاول تقرب مني يا ابو عمرو. احنا مشروع ايه؟ تكاليف. هنخش علينا كده. احنا مشروع بتاع تكاليف بتاع فلوسات. هدفع كام وهاخد كام. فنشتغل على بند تقليل التكلفه ولكن ليس على حساب الجوده. طيب الراجل الطيب اللي هو ابو عمرو عمل لي فرخه جيده مع امكانيات عنبر يعني ماشي الحال عشان ما نعقدش الراجل. مع فرخ عادي جدا مش رايح جايب فرخ يعني سوبر موديل مع عارف عادي جدا. انا طبعا مش هقول اسامي عشان ما تبقاش دعايه تجاريه. اذا هو اشتغل بفرخ عادي بعلف عادي بس هو الفكره بتاعت التخمير زائد الرمله بتاعت السمايل مع امكانيات عنبر عادي. قلل في التكلفه بتاعته زائد يعني هي دايما بتحس ايه بلس وماينس. دفع فلوس اقل وخد فلوس اكتر. يبقى انا الفلوس الاقل 6600 الفلوس الاكثر 17600. حط الاثنين على بعض الاقي الراجل الطيب ده
معدل تكلفه الفرخ عنده يقل 24 جنيه عن العادي. ما بين المتخمر والغير متخمر. كام؟ 24 جنيه. حلو. انا راجل بحب اتكلم في الفلوس. انا ال1000 فرخه اللي انا خمرت خدت من وراها 24200. قول 24. انا دفعت كام بقى عشان اخد ال 24؟ هنا الكلام بتاع الشيخ اكرام. طيب حضرتك. طيب انا دلوقتي ال1000 المتخمر خدت من وراه 24200. جميل. الغير متخمر غير متخمر انا لا انا دفعت كام؟ اسف. انا عشان يعني التخمير ده كلفني كام فلوسات؟ هاو ماتش؟ ال 205. انا 3 طن خدوا تقريبا 150 كيلو صويا متخمر. يعني ماشي. تقريبا ما هو ال 150 مكان 150. ما هم لا انا بتكلم ان انا ضفته بقى، ضفت 3 كيلو عسل، 3 كيلو خميره، ميه بس. ده يعني ضفت إيه 200 جنيه. يعني حضرتك دفعت 200 جنيه اه خدت 24200 اه وهنقول جبت جزء من فار يقلبوا ويعملوا وبتاع ما يعني. لا مش ارقام، بس التخمير مش ارقام، ده هو عسل وخمير او عسل وبوكاش. البوكاش اهوت. ارفعوا تاني قدامي. البوكاش ده بتلاقيه في اي مديريه زراعه. تمام. ده البوكاش ده الباد. ماشي. اي مديريه زراعه. ماشي. او الخميره العاديه اللي هي القوالب العاديه. ماشي. الاثنين هتحط 3 كيلو من ده. ده الكيلو تقريبا ب 60 جنيه. جميل. 60 جنيه. جميل. و3 كيلو عسل ب 100 يبقى ده أسمر. 60 جنيه بس. بتاع الربع طن صويا. الربع طن صويا ده تاخد منه 50 كيلو تحطه على الطن. تمام. يعني ال 250 اللي هو الربع طن يعمل لك 5 طن. تمام. انا فاهم. تقريبا باكل 3 طن وكسر. يعني مش ما دفعتش الارقام دي. ما دفعتش الارقام دي، فهو تقريبا 200 جنيه مش رقم خالص. يعني دفعت 200 جنيه خدت 24200. تمام. هو مش مكلف. هو اهم حاجه في التخمير اللي احنا اتفقنا عليه، اهم حاجه ان انت تبقى في مكان درجه الحراره 32 برضه، عشان الناس اللي بتسال درجه الحراره ما تقلش عن 32. ده رقم واحد. تمام. ورقم اتنين يبقى ما يدخلوش هوا نهائي. يا باشا انا لو حطيته في اوضه ودفيت عليها 24 ساعه مش مزعلني. مش احط له انبوبه بفلوس. بالظبط. ولازم يكون في براميل. ماشي. ما ينفعش في الكاس. ماشي. عشان لو كيس اتخرم او اي حاجه طالوا الهواء. غالي. تمام. فالبرميل لو 200 كيلو يخش له في 5 6000 جنيه. مفيش مشكله. يعني مفيش حته هواء قد كده اهو، خلاص كده البرميل ده اترمى. تمام. انت كده بتعمل زي الجماعه اللي هم بيجيبوا الذره ويفرموها ويكمروها. ماشي. هي نفس الفكره بالظبط. هي تمام. تخمير واحد ثابت. تمام. اللي هو البكتيريا اللاهوائيه ديت اللي هي بتقدر تحلل البروتين وتحوله الامينو اسيد. تمام. وفي نفس الوقت بقت بروبايوتيك. يعني هي في نفس الوقت مفيده للجهاز الهضمي، غير اللي هي سهلت عمليه الهضم. يعني هي يعتبر انت استخدمت البكتيريا دي. انا اللي يهمني النتائج. انا ماليش دعوه بالكلام العلمي ده. ماشي. انا مش بقول مؤتمر علمي. انا بقول ان انا عملت ديت ادتنا 24200 بس. ده مختصر الكلام. 200 300 جنيه. البرميل هيفضل عندك ثابت. مش مشكله. والعسل متوفر في اي حاجه. يا باشا هدفع 10000 جنيه بس اديني ال 24200. مش هدفع 200 جنيه زي ما انت بتقول. لا ده هي بس انت عايز برميل وعايز مكان هتخمر فيه وخلاص. وطبعا تمام. الكميه اللي انت عايزها. طبعا قدرت تخمر. انا مخمر 50 كيلو. تمام. في بقى بره اه وصلوا لغايه اللي هم بيخمروا الصويا كلها. تمام. بس عايزه برضه امكانيات عاليه. انا على قد امكانياتي. ما لا يترك كله لا يترك كله. تمام. هي بس احنا خمرنا 50 كيلو بحيث برضه على قد امكانياتنا وعلى قد النقل وعلى برضه الحاجه غاليه لا قدر الله لو باظ برميل تبقى مشكله. تمام. يعني تمام. لو في اسئله يا شباب احنا كده كده معانا ابو عمرو. عندك حاجه عايز تقولها يا ابو عمرو؟ الاسئله بقى اللي كان في ناس عايزه تسال. الرمل البنطونات بتتجاب منين وبتتكلف كام؟ هي ما بتتكلفش حاجه. رمله البنطونات انا بسلمها لك كمزرعه، بستلمها منك تاني. يعني حضرتك مشكورا ما انت بتفرش وتاخد الايه؟ باخد السبله بتاعتي. والسبله راس في راس. انت شايفها هي السبله ملهاش ريحه. تمام.
بنستخدمها بقى في كومبوستات. انت بقى بتستخدمها في ايه؟ ده موضوعك. دي ما شاء الله ملهاش ريحه. طيب بالنسبه للي يحتاج الرمله بتاعت البنتونايت. والارضيه زي ما حضرتك شايف اهي، زي ما تمام لسه يعني في مناطق ما وصلهاش كمان. تمام. محتاجه تنظيف ولا حاجه؟ اللي هو دوبك متعفره كده. ولا في بقى فطريات، ولا في سوس، ولا في اي مشاكل خالص. دايما تمام. بيظهر فيها سوس على طول. طبعا. فيها سوس خالص. ومشكلتنا مع السوس في الصيف اصلا. ونقله بقى للجمبور. يعني السوس ده مهما اتطهر يرجع ينقل لك. وكان الدكتور اشرف طيب. حلقه عن الجمبور. اتفضل. ده الحلقه دي كان عاملها معايا انا كمان. الحلقه دي كان عاملها معايا انا، وبيقول ان السبب السوس فعلا هو اللي بين الجمهور. رقم حضرتك؟ رقم انا؟ رقمك انت. 0100. رقم الاستاذ اهو. 0100. انا هكتبها لكم في تعليق يا شباب. ماشي. الاستاذ اكرامي، عشان اللي عايز يساله على اي حاجه ما يكلمنيش انا. ابو المجد، رمل البنتونايت اهو. 0100. لحظه بس عشان ايوه 0100 0100 933 933 67 67 99. 99. انا كتبت لكم رقم الشيخ اكرامي في التعليقات يا شباب. لو في اي استفسار بعد ما نخلص الفيديو بالسلامه، هو معاكم الرقم بقى وايه، وهو مشكورا يبقى يرد على الناس. عايز تقول حاجه تانية يا ابو عمرو؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.